وبعتت المخابرات المصرية رسالة إلى المخابرات الإسرائيلية عن طريق جهازهم وقالوا لهم إن المقدم إبراهيم شاهين والملازم أول انشراح موسى سقطوا في أيدينا، ونشكركم على إرسال المفتاح الخاص بجهازكم المتطور، وتحياتنا إلى السيد إيلي زعيرة مدير مخابرتكم. قصص التجسس هي من أهم القصص اللي بتشغل الأنظمة والشعوب، وده لأنها بتحتوي على مخاطر ومغامرات أشبه بأفلام الأكشن. والنهاردة هنتكلم عن أسرة كاملة اشتغلت في التجسس لصالح إسرائيل ضد مصر. أسرة كاملة باعت ضميرها للشيطان من أجل حفن الدولارات، لدرجة إن القضية دي في وقتها شغلت الرأي العام في مصر، وخصوصا إنها حصلت في أصعب الظروف اللي كانت مصر بتمر بيها، وده لأن القضية لم تكن لشخص واحد فقط، ولكن كانت لأسرة كاملة. ولو عايز تعرف حكاية الأسرة دي إيه يبقى لازم تتابع معايا الفيديو للنهاية، بس ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ. في سنة 1994 كان فيه مسلسل مصري بيتذاع اسمه السقوط في بئر سبع. أحداثه كانت بتدور في الفترة من 67 ل 73، وبيحكي المسلسل إن إزاي قدرت المخابرات المصرية إنها توقع أخطر الجواسيس اللي شغالين لحساب إسرائيل، وهم الجاسوس إبراهيم شاهين وزوجته الجاسوسة انشراح موسى، ومعاهم أولادهم الثلاثة نبيل ومحمد وعادل. المسلسل أحداثه حقيقية، وهي إن كان فيه واحد مصري، وللأسف ما ينفعش أقول عليه مصري. المهم إن الراجل ده كان موظف للحسابات في محافظة العريش، وما كانش معاه أي مؤهل دراسي غير الشهادة الإعدادية. وفي مرة من المرات وهو معزوم على فرح أحد أصدقائه اتعرف على بنت صغيرة هناك، وزي ما كلنا عارفين اللي بيحصل في الأفراح، حب نظرة حب ابتسامة واتعلقوا ببعض. وراح إبراهيم لأهل انشراح علشان يطلب إيديها، ولكنهم رفضوا، وده لأن عيلة انشراح أساسها من محافظة المنيا وإبراهيم من العريش، ورفضوا العريس بسبب المسافة الكبيرة بين المنيا والعريش. بس ربك والحق، انشراح ضربت أروع الأمثلة في قصص الحب، وضغطت على أهلها لحد ما جوزوها إبراهيم، وانتقلت انشراح مع إبراهيم جوزها وعاشوا في العريش. ومن أول سنة ربنا رزقهم بمولود وسموه نبيل، وأنا هنا هقول نبيل الخاين ابن الخاين ابن الخاينة. المهم إن بعد نبيل ربنا رزقهم بمولود تاني وسموه محمد، وبعد محمد ربنا رزقهم بمولود تالت وسموه عادل علشان تكتمل دائرة الخيانة فيما بعد. إبراهيم وانشراح كانوا خايفين على العيال من العيشة في العريش، لأن العريش في الوقت ده كانت أشبه بحياة البدو. فاقترح إبراهيم على انشراح إنهم ياخدوا العيال ويودوهم عند عمهم في القاهرة علشان يتعلموا هناك، وفعلا وافقت انشراح. وبعد سنة اتمسك إبراهيم في قضية رشوة، يعني من يومه وهو وسخ، وحيل للمحاكمة واتسجن ساعتها 3 شهور. ولما خرج من السجن لقى نفسه مطرود من الشغل، والحياة بقت صعبة جدا عليه. واللي زاد الطين بلة إن في سنة 1967 حصلت النكسة، وإسرائيل احتلت سيناء والعريش، وبقت العريش تحت حصار الإسرائيليين، وسدت الطريق قدام كل اللي ساكنين في العريش، ومن ضمنهم إبراهيم وانشراح، لدرجة إنهم ما كانوش بيعرفوا يخرجوا بره المدينة إلا بإذن وتصريح من الحاكم العسكري الإسرائيلي. وفي مرة من المرات إبراهيم حب إنه ينزل القاهرة علشان يطمن على أولاده، فراح إبراهيم لمكتب الحاكم العسكري علشان ياخد منه تصريح إنه يزور القاهرة، ولكن كانوا بيمطلوه ومش عايزين يدوله التصريح. فبدأ يصرخ في وش اللي موجودين في المكتب، وبدأ يقول إن بيته ما فيهوش رغيف عيش واحد، وإن حالته بقت صعبة، وإنه عايز ينزل القاهرة. وهنا بقى ده كان أول خيط في الموساد علشان يجندوا إبراهيم. طبيعي واحد ما معهوش فلوس وحياته صعبة، فأكيد هيبقى صيد سهل للمخابرات الإسرائيلية. المهم بقى إن في الوقت اللي كان إبراهيم بيصرخ فيه سمعه ضابط إسرائيلي اسمه نعيم، فخرج نعيم من مكتبه وقال لإبراهيم: مالك يا حبيبي بتزعق ليه؟ فقال له إنه عايز تصريح علشان ينزل القاهرة. فرد عليه نعيم وقال له: عينينا حبيبي، تعال معايا. وأخذ الضابط الإسرائيلي إبراهيم ودخله مكتبه، وقال له: هنديك التصريح بس بشرط. فرد إبراهيم عليه وقال له: أؤمرني يا خواجة. فقال له الضابط: إننا عايزينك وإنت في القاهرة تجيب لنا أسعار الفاكهة والخضار هناك، وكمان تشوف لنا الحالة الاقتصادية للمصريين هناك عاملة إيه. فرد عليه إبراهيم وقال له: بس كده؟ دي حاجة سهلة جدا، خد من عندي كمان هطلع جدع معاكم وأجيب لكم سعر السمك وأسعار كل السلع، أنت تأمرني يا خواجة.
فضحك الضابط وقال له شاطر يا حبيبي، وبعته نعيم لضابط تاني اسمه يعقوب علشان يعرفوه ازاي يجيب اسعار كل الحاجات دي من غير ما حد يحس بيه. وادوله شوال دقيق وشوية زيت وسكر، وتحول إبراهيم من مواطن مصري عادي إلى جاسوس إسرائيلي علشان يوقع على صك الخيانة ضد بلده، وباع نفسه للشيطان. وبدأوا يعلموه الكتابة بالحبر السري وإزاي يجمع المعلومات من أصدقائه وقرايبه، ووعدوه إنهم هيحموه هو وأسرته لأن ليهم عيون في كل مكان. بعد كل ده رجع إبراهيم لمراته وجيبه مليان بالفلوس ومعاه شوال الدقيق وزيت وسكر. ولما مراته سألته انت الحاجات دي جبتها منين، قال لها ان الحاكم العسكري وعده انه هيديله تصريح مقابل انه يجيب له اسعار الفاكهة والخضار في القاهرة. ففرحت انشراح قوي بالشنطة، ووشها بدأ يظهر عليه علامات الفرح والسرور، وقالت له ماله يا اخويا، مش عيب ولا حرام. ومن خيانتهم الاتنين كانوا بيرشدوا على الفدائيين اللي في سيناء، لدرجة ان مرة ابراهيم بيسأل انشراح وبيقول لها ان ده مش كده خيانة للبلد يا انشراح. فردت انشراح وقالت له ما هم كده كده كانوا هيمسكوهم يا اخويا. وبعد كام يوم جه استدعى لابراهيم لمكتب الحاكم العسكري وادوله التصريح، وكمان ادوله 200 دولار. ولما رجع ابراهيم لمراته فرحت قوي وبدأت تحلم مع ابراهيم، وكان ردها انها عايزة تشتغل معاه، وهو بدل الخير يبقى خيرين. فعلا سافر ابراهيم وانشراح للقاهرة وسكنوا في حي الاميرية، ومن خلال الناس القريبة منهم قدروا يجمعوا معلومات عن كل شيء. وكانت انشراح بتساعد ابراهيم في كتابة الرسائل، في كل رسالة بتبعتها كانت بتكتب انها بتساعد جوزها بجمع المعلومات. وفي نهاية اي رسالة كانت لازم تختم بعبارة تحيا اسرائيل الكبرى، الهي كبرى تلدغك انت وجوزك في ليلة واحدة يا بعيدة. المهم ان ابراهيم يبعت الرسائل من هنا والفلوس تتبعت له هو ومراته من هنا، لحد ما البلية لعبت معاهم. وبدأ إبراهيم يفكر في مشروع علشان ما حدش يسأله من أين لك هذا. فتح محل للأدوات الكهربائية، وكانت المعلومات بتتبعت لإسرائيل في كل وقت، لدرجة إن القيادة العامة في إسرائيل فرحوا به جدا وعملوا له دعوة لروما هو واللي ما تتسماش. وفعلا سافر إبراهيم لروما، وهناك بدأ يدوله مهام أكبر وادوله جوازين سفر إسرائيلي، واحد باسم موسى عمر والتاني باسم دينا عمر. ومن روما سافر إلى تل أبيب، وهناك تم استقبالهم بحفاوة بالغة وتعاملوا معاملة كبار الزوار. وعلشان الموساد بيضحي ادى لكل واحد فيهم رتبة عسكرية، فابراهيم رتبته بقى عقيد في الجيش الإسرائيلي واسمه موسى عمر، وانشراح بقت الملازم أول دينا عمر. وهناك في تل أبيب علموهم ازاي يحددوا كل أنواع الطيارات والأسلحة، وكمان علموهم التصوير الضوئي وجمع المعلومات. ورجعت انشراح اللي ما تتسماش وجوزها إبراهيم للقاهرة علشان يكملوا مهمتهم، وحكوا لأولادهم طبيعة شغلهم، وقالوا لهم إنهم ما يتكلموش مع حد في الموضوع ده، وإنهم لازم يساعدوهم في جمع المعلومات. وفعلا استجاب الأولاد لأوامر أبوهم وأمهم، وبدأوا يعملوا رحلات كل أسبوع ويصوروا المنشآت المدنية والعسكرية ويبعتوها لإسرائيل بكل تفاصيلها، لحد ما جت سنة 1973 وسافرت انشراح لروما. والكلام ده كان قبل الحرب بيوم واحد، يعني يوم 5 أكتوبر. وقابلها أبو يعقوب يوم 7 أكتوبر، وبدأ يسألها وهو متعصب عن الحرب، واتضح إنها ما كانتش تعرف حاجة. فقال لها إن مصر وسوريا هجموا على إسرائيل، وإن المصريين عبروا القناة وحطموا خط بارليف، وأمرها إنها ترجع لمصر فورا. وأنا عايز أقول لكم إن الفترة اللي بعد الحرب دي كانت إسرائيل عندها أمل إنها ترجع هتحارب تاني، وكان عندهم معلومات إن المصريين بيستعدوا للهجوم مرة تانية. علشان كده الموساد كان حاطط أمل إنه يعرف موعد الحرب القادمة هتكون إمتى، وده اللي خلاهم يبعتوا لإبراهيم ومراته وطلبوا منهم الحضور لإسرائيل فورا. وفعلا سافر إبراهيم وانشراح وقابلوا قيادات الجيش هناك وسألوه أنت إزاي ما كنتش عارف ميعاد الحرب؟ فرد عليهم إبراهيم وقال لهم إنه ما كانش ملاحظ أي شيء، وكل حاجة في مصر كانت ماشية بصورة طبيعية، وإن كان له ضابط في الجيش طلع يعمل عمر قبل الحرب بيومين 3. وقال لهم إنه لو كان يعرف ميعاد الحرب فما عندوش أجهزة حديثة علشان يبعت المعلومة الخطيرة دي. بعدها الموساد استضافوهم داخل مكتب نائب مدير المخابرات، وقالوا لهم إنهم هيدوا لهم جهاز متطور ثمنه 200,000 دولار، وهو أحدث جهاز إرسال في العالم، وجواه كمبيوتر صغير قد كف الإيد. وقالوا لهم إنهم هيزودوا لهم مرتبهم لو قدروا يعرفوا ميعاد الحرب التانية هتكون إمتى. فرد عليهم إبراهيم وقال لهم إنه مش هيعرف يدخل الجهاز جوه مصر. فقالوا له ما تشغلش بالك، إحنا هندخله لك،
قابلنا انت بس عند الكيلو 108 وهتلاقي واحد من رجالتنا هناك هيسلمك الجهاز. وفعلا رجع إبراهيم ومراته للقاهرة واستلموا الجهاز وبدأوا يبعتوا عليه بعض المعلومات، ولكن فجأة حصل عطل في مفاتيح الجهاز، فاضطرت انشراح إنها تسافر لوحدها علشان تجيب مفتاح جديد بدل اللي حصل له عطل. في الفترة دي كانت مصر مستلمة جهاز متطور من روسيا اسمه صائد الموجات، وبالصدفة التقط الجهاز ترددات موجات الجهاز اللي عند إبراهيم، فقامت المخابرات بتتبع هذه الترددات، وأول ما تم تحديد مكان الجهاز هجموا على بيت إبراهيم وقبضوا عليه. فضلت المخابرات متكتمة على خبر اعتقاله لحد ما توصل انشراح من إسرائيل، وأول ما وصلت البيت لقت رجالة المخابرات مستنيينها وبيقولوا لها الحمد لله على سلامتك يا مدام، وقبضوا عليها. وبعتت المخابرات المصرية رسالة إلى المخابرات الإسرائيلية عن طريق جهازهم وقالوا لهم إن المقدم إبراهيم شاهين والملازم أول انشراح موسى سقطوا في أيدينا، ونشكركم على إرسال المفتاح الخاص بجهازكم المتطور، وتحياتنا إلى السيد إلي زعيرة مدير مخابراتكم. وبعدها تمت محاكمة انشراح وإبراهيم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وحكمت المحكمة بالإعدام على إبراهيم وانشراح وعلى الأولاد بالأشغال الشاقة، وتم تنفيذ الحكم بإبراهيم واتعدم. ولكن بعد فترة من القبض عليهم تم الإفراج عن انشراح وأولادها في عملية لتبادل الأسرى مع أبطال حرب أكتوبر. بعدها سافرت انشراح لإسرائيل هي وعيالها، واشتغلت هناك عاملة نظافة للمراحيض العامة، وغيرت اسمها من انشراح موسى إلى دينا بن ديفيد. وأولادها كمان غيروا أساميهم بعد ما أخذوا الجنسية الإسرائيلية، فنبيل بقى اسمه يوشي، محمد بقى اسمه حييم، وعادل بقى اسمه رافي، وكل واحد فيهم اشتغل في مهنة مختلفة داخل دولة إسرائيل. ومن كام سنة كده أذاعت بعض الصحف الإسرائيلية خبر وفاة الجاسوسة دينا بن ديفيد، بتنتهي معاها قصة الأسرة الخاينة اللي باعت وطنها بأبخس الأسعار. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.